اغلب فروع اشهر محل في مصر بلبن اتقفلت. السيره اللي بقت ماشيه اليومين دول يا جماعه ان بلبن اتقفل. الفكره ان احنا عندنا كذا فرع في مصر، يعني يمكن يعدوا ال 111 فرع او 112، بجد الرقم مش عارفه بس انا متاكد ان هو اكتر من كده. وخصوصا اللي بره مصر كمان عندنا كذا فرع في بره مصر، تقريبا في السعوديه، وتقريبا وصل الامارات. انا مش عارف بصراحه، مش عشان ما اكدبش يعني، لحد علمي ان في فروع بره مصر كمان. فانت متخيل كل الفروع دي يا جماعه هتتاثر، وممكن كل الفروع تقفل بسبب اللي حصل في مصر ده مع بلبن. طيب انا وجهة نظري ايه عن اللي حصل لبلبن؟ طيب انا باختصار كده، الاشاعة اللي قوية اللي هي تعتبر اساس المشكلة، واللي انا شايفها صراحة من وجهة نظري بس، ان بلبن حرفيا اتظلم في حاجة كبيرة جدا. انا من عشاق بلبن صراحة، يعني انا بصراحه من عشاق بلبن. فانتوا تضيفوني على الانستجرام، هتلاقوه في اللينكات عندي هنا في التشانل. فبنزل كتير قوي عن الحاجات اللي بلبن بتنزلها، بروح اجربها كلها. وفي نفس الوقت انا من محبين اصلا الحلويات بتاعت بلبن. حد زي مثلا من اللي بياكل الحاجات المسكره دي او كده، مثلا انا يعتبر مثلا قول مثلا انا بطني وجعتني زي ما هم قالوا، يعني السبب القوي اللي انا لسه ما قلتوش اللي هو حرفيا ان الناس بدات تحس ان بتتسمم او بطنها بتوجعها مثلا، او فيها بكتيريا والحاجات دي. بيقول لك ان في ناس عملت تحاليل ومش عارف ايه كذا مره عشان يثبتوا ان في بكتيريا في حلويات بتاعت بلبن، ولكن التوتال اكتشفوا فعلا ان في بكتيريا في بلبن. حركة دلوقتي العربيه دي تعدي، ولكن ده مش مبرر ان بلبن يقفل. ليه؟ طيب انا واحد من اللي بياكلوا بلبن مثلا، انا من نوع من ساعه ما جربت بلبن ما حسيتش بحاجه غير مثلا ان بطني اتملت. يعني طبيعي مثلا بطني اتملت مش قادر مثلا خلاص، اللي هو فاللي هو مثلا ايه من كتر السكر مثلا، فالواحد خلاص ما يعني جسمه خلاص يعني بقى مليان سكر، فبيغمى عليه مثلا، تلاقي الواحد مش قادر، الواحد بقى انتخ على الكنبه مثلا خلاص مش قادر يقوم مثلا. ده طبيعي لانه كميه سكر عاليه. بس فانا شايف ان ده الحاجه الوحيده اللي اثرت، واللي هي الطبيعيه اصلا اللي مش مؤثره جسم الانسان حتى، فاهم؟ يعني هو كتر السكريات غلط، ولكن حلويات زي اي حلويات. طب انا حابب اوريكم فيديو دلوقتي عن بلبن. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين، هشغل لكم فيديو دلوقتي عن واحد بيتكلم عن قفل بلبن، يعني بوجهه نظره بشكل عام. حرفيا التيك توك كله بيتكلم على الترند ده، ان ليه الفروع بتاع بلبن اتقفلت. لان هي صدمه كبيره، ان محل يعتبر ناجح وطالع جدا يعتبر، يعني ده كان ممكن يوصل لاوروبا كمان، يعني اللي انا عرفته يعني من معلومات انه كان ممكن يوصل لبلاد اوروبا. اتقفل. مش فرع او فرعين، كل فروع بلبن في مصر اتقفلت. مش بس كده، اتقفل معاهم كل فروع وهمي وعم شلتت وبهيج وكنافه وبسبوسه وكرم الشام. قفلت بتهمه التسمم الغذائي. بس الاكيد ان ده مش السبب الحقيقي. اكيد مش كل المطاعم دي فجاه في كل الفروع لقوا فيها حشرات وبكتيريا. الحكومه اكتشفت فجاه ان المحلات دي كلها معهاش تراخيص، او ان الاكل اللي بيقدموه فجاه بقى كله مسمم. لكن نقدر. طيب هي دي فكرة برضو يا جماعة لسه متكلم عليها الراجل ده. بيقول لك ان حرفيا فعلا ازاي كل الفروع فجأة اكتشفوا فيها ان بكتيريا، يعني مش الطبيعي. يعني يا عم قول مثلا بلبن بس، يا عم اكتشفت ان الحاجة عندهم بايظة وبقت تعمل بكتيريا، والحاجة ما بقتش خلاص، يعني ما بقتش يعني صالحة انك تاكلها بأمان. إيه بالنسبة للمطاعم التانية؟ الشاورما، ايه دخل الشاورما؟ ايه دخل محل السمك اصلا؟ يعني ايه دخل بتاع البرجر اللي هو مطعم وهمي؟ طيب الحاجات دي يا جماعه كلها انا جربتها من اولها لاخرها، انا جربتها وحصل يعني، ويعني احلف لك على ايه قسما بالله ما حصل لي اي حاجه. يعني انا ما اعرفش، يعني ممكن انا عندي مناعه زياده عن الناس ولا ايه، بس ما فيش حاجه يا جماعه. الاكل طبيعي جدا، ما فيهوش اي حاجه غلط. يعني قول مثلا فرق جودات عن بعض، يعني مثلا في ناس بتقول لك وهمي مش احسن حاجه مثلا، لا في مطاعم احسن منه، مش عارف ايه. دي ملهاش علاقه، دي منافسه، دي ملهاش اي علاقه بان المطعم يكون ملوث او يعني في بكتيريا انه مش صالح انه يتاكل او انه يتباع اصلا. فبشكل عام يا جماعه باختصار انا شايف ان بلبن اتظلم. صاحب فروع بلبن ووهمي وهكذا دول كلهم حرفيا يعني طلع مع عمرو اديب، وكان بصراحة متأثر جدا باللي حصل لفروع بلبن، وكان بيتمنى فرصة واحدة بس انه يعوض كل اللي باظ ده. الحمد لله يعتبر مصر او حكومة مصر استجابت ان هو بلبن هيفتح للمرة التانية، وهيتم اجراء الموضوع ده في شهور قليلة جدا، ويمكن قريب جدا كمان، مش شهور كمان. يعني ربنا يرزقهم، ولو ليهم خير في الموضوع ده ربنا طبعا مش هيوقف لهم حاجه يعني. وبشكل عام يا جماعه برضو انا عايز اعرف منكم يعني ايه رايكم في موضوع بلبن؟ هل انتوا مع او ضد؟ يعني انا متاكد برضو ان في دول عربيه بره مصر، يعني مش شرط مصر بس، في دول بره مصر كمان
بيوصل لها المعلومات بتاعتنا دي، لان الموضوع مش قليل، الموضوع كبير. بلبن ده يعتبر من اكبر محلات الحلويات المشهوره، بقت يعني مش هقول لك عالميا ولكن بقت دوليا، يعني بقت معروفه ما بين دول كتير. ده بلبن في مصر بيعمل واحد اتنين تلاته. اعتقد اغلب الناس هيبقى عندها وجهه نظر، حتى البعيد او القريب هيقدر يقارن، يعني فاهم، يقدر يقول من وجهه نظره. فانا عايز اعرف في الكومنتات يا جماعه ايه رايكم في موضوع بلبن؟ هل يستحق انه يتقفل فعلا، ولا هل هو يستحق انه يستمر ويكبر ويتوسع ويوصل حتى للدول الأوروبية، لأنه مطعم يستاهل ومتعوب عليه، واحنا مستفيدين منه طبعا بالحلويات بتاعته اللي يعتبر يعني اختراعات كل الناس حبتها. وده من وجهة نظري بصراحة، انا من وجهة نظري انا واقف في صف بلبن بصراحة. انا بدعمه بكل الطرق. يعني بلبن بصراحة من المطاعم اللي انا بحبها بتاعت الحلويات. يعني ده عشان نفسي، يعني وجهة نظري دي عشان نفسي انا، فاهم قصدي، عشان انا بجد بحب الحلويات ومش عارف ايه وكده، ومن بلبن تحديدا. فانا مش متضرر من حاجة، انا واحد يعتبر بشتري من عندهم ومش متضرر في حاجه. فليه ابقى واقف ضدهم مثلا، او ليه اشوف ان هم بيتسمموا ولا مش بيتسمموا؟ انا ما اتسممتش خلاص، الحمد لله ما اتسممتش. ف يعني ما فيش مشكله. يعني الموضوع انا شايفه ده كان فكره منافسين ضدهم عشان ياخدوا مكانهم، مثلا منافسين لبلبن مثلا او حاجه زي كده. الله اعلم الموضوع ماشي ازاي. انتوا برضو قولوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى الفيديو يكون عجبكم يعني. ويا ريت ان شاء الله يفتح بلبن، عشان انا بصراحه كده بقالي كتير قوي على نفسي في بلبن يعني. بس وشكرا لكم يا جماعه ان انتوا وصلتوا لحد هنا. لاي حد وصل لحد هنا شكرا جدا ليه. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وفولو على التيك توك، عشان بنزل برضه فيديوهات من دي كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا. يا رب يكون المحتوى عجبكم. شوفوا يا جماعه لو عجبكم المحتوى ده، ان انا مثلا بتكلم على الحاجات اللي بتحصل في الترندات او اليومين ده، سواء رياكت مثلا على حاجه بتضحك، سواء رياكت على حاجه مهمه زي موضوع اللي اتقفل فيه بلبن وهكذا. قولوا لي رايكم برضه في الكومنتات، ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.